النهاردة هنتكلم عن الرواقية. اخترت أتكلم عن الرواقية من زاوية موضوع محدد جدا: الغضب. كلنا بنغضب. في ناس الغضب عندها مش مجرد إحساس، ده أسلوب حياة. في ناس لو شلت منهم غضبهم كأنك شلت منهم سبب وجودهم. ناس بتتعصب أول ما أي حاجة تعكسها. ناس حاسة إنها لازم تهاجم غيرها علشان توصل لاحتياجاتها، أو تبقى عدائية مع أي حد مش متفق معاها. كلنا نعرف ناس كده، ويمكن بعضكم حس إنه شايف نفسه في الوصف ده. علشان نبقى متفقين، يعني إيه غضب؟ الغضب حالة انفعالية ناتجة عن ضيق أو إحباط أو إساءة، وبتظهر في سلوك عنيف ورغبة في معاقبة اللي أساء لنا. مش هندخل في معركة مصطلحات. الفرق بين الغضب والعصبية، بين الغضب والاستياء أو التهيج. عند الرواقيين كل ده حاجة واحدة. كل الانفعالات دي صور مختلفة للغضب، الفرق بينها بس في الدرجة أو في السبب. في كل الحالات الغضب غليان داخلي، ضغط بيزيد وبيحرق جوانا، وبنحس إن لازم نطلعه بره علشان نرتاح. لكن الرواقيين بيقولوا لنا إن الغضب مش شيء طبيعي. ليه؟ لأنه مش رد فعل مناسب. لأن الغضب مش بيحل المشكلة اللي سببته، بالعكس، الغضب بيكبر المشكلة وبيغذيها وبيجددها. باختصار شديد، الغضب شعور هدام، والاعتقاد إننا بنحل مشاكلنا بالغضب زي الاعتقاد إننا بنجيب السلام بالحرب. وهم. الغضب بيولد غضب، ويمكن لاحظتوا إن أي خلاف بين شخصين أول ما الغضب يعلى بننسى أصل الخلاف، بننسى الموضوع نفسه، ونلاقي نفسنا في معركة كلامية الهدف منها مش مين عنده حق، لكن مين يسحق التاني أو يهينه أو يسكته. لفة صغيرة على السوشيال ميديا كفاية تثبت ده. الخبر الكويس بقى إن الغضب مش قدر محتوم، ده كلام الرواقيين. بيقولوا إنك تقدر تتخلص من غضبك، وإن فقدان الغضب بيعدي بمرحلتين. المرحلة الأولى تفهم إن الغضب ملوش لازمة. المرحلة التانية تفهم إن الغضب علامة على مشكلة أعمق، إن لما بنغضب إحنا بنعبر عن ألم داخلي، واللي قدامنا مش هو السبب الحقيقي. وإحنا النهاردة هنحاول نفهم بنعبر عن إيه لما بنغضب. قبل ما نكمل، أحب أفكركم إن الرواقية مدرسة فلسفية اتأسست في بداية القرن الرابع قبل الميلاد على يد زينون الكتيومي، وده غير زينون صاحب المفارقات. ومن باب الطرافة، الرواقية اسمها جاي من كلمة ستوى باليوناني، يعني الرواق أو البهو المسقوف، لأن الرواقيين كانوا بيتجمعوا تحت رواق، والرواق ده كان عبارة عن ممر مسنود بأعمدة. والصدفة هنا جميلة، لأن مفيش رمز أحسن للفلسفة الرواقية من العمود. العمود بيرتفع لفوق، يعني الارتفاع فوق الأحداث. كمان العمود رمز للثبات والاستقرار والانتظام، ودي قيم الرواقية. في العصور القديمة كان في شخصيات كبيرة في الرواقية: زينون المؤسس، وخريسيبوس، وبانيتيوس، وسيشرون عند الرومان. والغريب إن أشهر 3 رواقيين كانوا رومان، وهم اللي هنعتمد عليهم النهاردة في موضوع الغضب: سينيكا وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس. لو حابين تقروا لهم، ماركوس أوريليوس كتاب التأملات، إبيكتيتوس الدليل، وسينيكا كتاب كامل عن الموضوع اسمه عن الغضب. نرجع لموضوعنا. الرواقيين بيقولوا إن الغضب مش حتمية، وإن مجرد الفكرة دي مهمة جدا. ليه؟ لأننا في حياتنا اليومية بنتعامل كأن غضبنا مش بإيدينا، كأنه رد فعل ميكانيكي للأحداث. حاجة وحشة تحصل نغضب، حاجة حلوة تحصل نفرح، وتقولي ده طبيعي. لا، مش طبيعي، لأنه لو طبيعي يبقى مشاعرك مش ملكك، يبقى حياتك الداخلية بقت رهينة الصدفة. ولو مش شايف المشكلة في كده، الرواقيين مش هيقدروا يساعدوك، لأنك كده تنازلت عن السيطرة على حياتك الداخلية، وبالتالي حياتك كلها. الطفل كده، الرضيع لما يجوع يعيط ويتعصب ويبقى أحمر، أول ما يشرب اللبن خلاص. هدف التربية إن الطفل يتعلم يأجل رغباته، يستنى، يتحمل، علشان مشاعره ما تبقاش رد فعل تلقائي. السؤال بقى، ليه بنعلم الأطفال كده وبنقبل إحنا كبار إن مشاعرنا ما تبقاش بإيدينا؟ ده مش منطقي. إحنا عاطفياً شغالين زي الأطفال. المشكلة إننا سايبين الأحداث تتحكم في حياتنا الداخلية. الطفل معذور، الكبير لأ، الكبير مسؤول. الرواقيين بيسموا ده السلبية العاطفية، إن مشاعرك تبقى خاضعة للأحداث. إبيكتيتوس قال: أنت ما تقبلش تدي لجسمك لأي حد، طب ليه تقبل تديله روحك؟ يعني تسيبه يتحكم في مشاعرك؟ تخيل واحد يخبط على باب بيتك ويقولك أنا جاي أخرب شقتك، هتدخله؟ طبعاً لأ.
روحك هي بيتك، لما تسيب الغضب يدخل كأنك فاتح الباب للمخرب. اعتراض شائع: الغضب مش بإيدينا. الرواقيين بيردوا: هو بإيدك، مش لأنك عايزه، لكن لأنك بتسمح له. إحنا متعودين ما بنسألش نفسنا ليه أقبل ده. حاجة حصلت مزعجة، بس هل تستاهل غضب؟ ومع ذلك بنغضب. موظف البريد وحش، أغضب. الفريق خسر، أغضب. ما بغضبش إمتى؟ لما الدنيا تمشي على مزاجي. المشكلة إننا معتمدين على حاجات مش بإيدينا. ده عبث. فين مكتوب إن الدنيا لازم تمشي على هواك؟ ماركوس أوريليوس قال: من أول اليوم توقع إنك تقابل إنسان فضولي، جاحد، وقح، مخادع، حسود، أناني. دي الحياة. السؤال: نعمل إيه؟ نشتكي ولا نتكيف؟ الرواقيين بيقولوا في حاجات بإيدك وحاجات لأ. اللي بإيدك اعمله، اللي مش بإيدك إما تفعل أو تتحمل. الغضب لا يغير الماضي. مثال الموصل: الغضب طاقة ضيعة، عندك اختيارين: تتصرف أو تسيبها تعدي. التحمل مش ضعف، الضعف إنك تسيب حاجات تافهة تهزك. القوة هي عدم التأثر. إحنا بنقول الحاجة دي غيظتني، الرواقي يقول لأ، أنت اللي غيظت نفسك. كل خطوة كانت اختيار منك. سبت الأحداث تسوقك وبعدين اشتكيت، ده مسؤوليتك. علشان ما تغضبش، ما تحطش نفسك في مواقف بتغضبك. توقع، استخدم عقلك. لو عارف إن حاجة هتغضبك، ليه تقبلها؟ الرواقية فلسفة مسؤولية. ما ينفعش تبيع سريرك الصبح وتستغرب بالليل هتنام فين. نخش بقى على الحالات الأصعب: الخيانة، خيانة الصديق أو الشريك. الغضب مفهوم، بس الرواقيين بيقولوا حاجة موجعة. اللي وجعك مش الخيانة نفسها، لكن توقعاتك. الغضب جاي من جواك. الإنسان ممكن يخون، ده جزء من طبيعة العالم. مش معناه ما نثقش في حد، معناه نكون واعيين. عندك اختيارين: تقطع أو تسامح. الانتقام مش هيصلح حاجة، الانتقام إرضاء للغرور. الغضب لا يسعى لمستقبل أفضل، بل للانتقام من الماضي. ماركوس أوريليوس قال: فكر كام مرة غضبك وجعك أكتر من الحدث نفسه. اللي يؤذينا مش الحدث، لكن حكمنا عليه. سينيكا قال: لو الحكيم يغضب من كل شر، حياته كلها هتبقى حزن. الشر موجود، البشر مش ملايكة. توقع كل شيء. نيلسون مانديلا بعد 27 سنة سجن اختار المصالحة مش الانتقام، لأنه فهم إن الماضي لا يتغير. القرار دايما بإيدك: تهدم ولا تبني، ترجع ولا تتقدم. شكرا ليكم.